ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنخلص آخر جزئية في الديت سيكيورتي، بحيث كده هنكون خلصنا الإيكويتي اللي هي كنت سيكيورتي إيكويتي ميثود، طريقة الملكية وطريقة الديت لو أنت مقرض. النهارده بنتكلم عن الامبيرمنت اللي بيحصل على الديت سيكيورتيز. تمام، فهو بيقول لك هنا unrealized changes in fair value are recognized in earnings income statement if they represent a permanent decline. يعني لو انت عندك حصل impairment والimpairment ده permanent، يعني بصفة دايمة، خلاص هيتسجل فين؟ هيروح الانكم ستيتمنت على طول، يعني بغض النظر بقى هو available for sale او trading او whatever اللي هي الهيلث ماتوريتي. هو كده خلاص الامبيرمنت ده حاجة permanent تروح على الانكم ستيتمنت. طيب ايه الامبيرمنت؟ الامبيرمنت لو انت عندك قيمة مثلا البونز دي لما انت عملت لها فير فاليو سي مثلا $90,000 وبقت مثلا $20,000، فانت عندك الفرق كبير، يعني فرق 70,000. فده كده تدهور في القيمة بتاعتهم، ان هم نزلوا بمبلغ كبير بإيداع impairment. فالimpairment ده هو هنا بيقول لك ان هو حاجة permanent declines وهتروح على الانكم ستيتمنت. تمام. The amortized cost basis is used to calculate any impairment. يعني هتستخدم حاجة اسمها ال amortized cost basis لما تيجي تحسب ال impairment. طيب هنحسب ازاي الكلام ده؟ بيقول لك the amortized cost basis differ from fair value which equals the cost basis plus or minus the net realized holding gain or losses. يعني بيقول لك ايه؟ يعني انت لما تيجي تعمل ال impairment هتستعمل حاجة اسمها amortized cost basis، هتقارنها بالفير فاليو في نهاية السنة. هتشوف بقى الفرق ده، لو فرق كبير زي ما قلنا ده كده impairment. تمام. هيكون طبعا الناتج بلس، لان انت خدت amortized cost وطلعت منها الفير فاليو، فالفرق كبير، فبيقول لك ان هو هيكون بلس او ماينس the net realized holding or loss gain or loss. If a decline in fair value of individual held to maturity or available for sale security below its amortized cost basis is permanent, the amortized cost basis is written down to fair value as a new cost basis. زي ما قلنا، يعني انت لو انت بتقارن الكوست بيزس اللي هي اسمها amortized cost basis بالفير فاليو، ولقيت ان الفير فاليو هتكون اقل طبعا. يعني انا بقول لك ايه؟ ديكلاين ان فير فاليو، يعني القيمه بتاعت الفير فاليو اقل، فانت كده عندك هتعمل ريتن داون، هتخفف القيمه دي للفير فاليو، توصلها للفير فاليو. فالفرق اللي هو زي ما قلنا من 90 ل 20 70 ألف هتعمل بيه قيد بحيث ان انت توصل الرقم اللي هو ال 90 ده لل 20. ده اللي هو بقول لك على ريتن داون تو فير فاليو از نيو كوست بيزس. يبقى النيو كوست بيزس اللي معاك هي كام؟ هي ال 20. تمام. The impairment is a realized loss including earning net income statement. سوري. تمام. يعني الامبيرمنت ده زي ما قلنا هو حاجه محققه خلاص، انت يعني الحاجه دي قيمتها متدهوره وانت مش هتعرف ترجعها تاني، فهي كده في الحاله دي realized loss، خساره محققه. هتظهر فين؟ هتظهر في الايرننج، يعني في قائمه الدخل. تمام. The new cost basis is not affected by recoveries in fair value. يعني لو انت عندك حصل ريكفري، يعني القيمه دي بتاعت الفير فاليو رجعت تاني، النيو كوست بيزس دي مش هتتاثر، خلاص اللي فات مات، يعني كل حاجه انت مسجلها خساره مش هترجع تترد قيمتها تاني. Subsequent changes in fair value of a variable for sale security except for other than timber decline included in OCI. يعني بيقول لك زي ما انت كنت ماشي زمان، يعني زي ما قلنا سوري في available for sale، يعني ان انت لو عندك subsequent changes القيمه العادله بقى زادت تاني، هتبتدي بقى تسجل الكلام ده فين؟ في الاو سي اي. تمام. يبقى كده دي جزئيه الامبيرمنت. انت حاجه كنت مسجل قيمتها واتدهورت، يعني نزلت فرق كبير، ده اسمه permanent decline، يبقى في خساره محققه. بتقارن amortized cost مع الفير فاليو. لو انت عندك الفير فاليو بقيمته كبيره خالص، هتبتدي تثبت خسائر realized، خسائر محققه. تمام. لو انت عندك بقى الهيلث ماتيوريتي والافيلبل فور سيل الفير فاليو بقت below the amortized cost، فانت بتعمل written down عشان توصل الرقم ده للفير فاليو as a new cost basis، والرقم اللي هو بتاع الفير فاليو هيبقى النيو كوست basis.
الامبيرمنت هو خساره محققه هتظهر في الانكم ستيتمنت. اي حاجه ريكفري في الفير فاليو خلاص مش هتكون لها تاثير على النيو كوست بيزس. subsequent changes fair value except for other than temporary decline are included OCI. يعني الافيلبل فور سيل هتبتدي انت برضو تعالجها بطريقه الاذر كومبريهنسيف انكم. كده احنا خلصنا الديت سكيورتي. ان شاء الله نشوفكم في المحاضره الجايه مع حل الاسئله بتاعت يونت 3 سب يونت 1 و2 و3 عشان نكون كده. لا سوري، احنا كنا حلينا سب يونت 1، فاضل لنا سب يونت 2 و 3. فنشوفكم ان شاء الله على خير، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. السلام عليكم.